ممكن تصير كابينة السيد الزيدي شبيهة بكابينة السيد المالكي بالحكومة الثانية، نوصل إلى 30 40 قرابة 40 حقيبة وزارية. تمام. ولذلك أسألك فعلا راح يتم استحداث أو العودة إلى نواب رئيس الجمهورية، استحداث نواب رئيس وزراء، هذا الكلام دقيق؟ اي نعم كلام دقيق. راح يصير استحداث 4 مناصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، لشؤون الخارجية، لشؤون الطاقة، ولشؤون الخدمات. 4 نائب رئيس وزراء للشؤون الخارجية. الشؤون الخارجية غير وزير دولة للشؤون الخارجية اللي هو هذا نفسه؟ لا غير وزير الدولة. يعني راح يصير يستحدث أيضا وزير دولة للشؤون الخارجية ما عدا وزارة الخارجية؟ هسه اكو حديث عن انه يعني وزير دولة للشؤون الخارجية. زين. بس نائب رئيس وزراء للشؤون الخارجية يعني هذا مؤكد بصراحة. مسلم به. اي وللشؤون الأمنية عفوا، مو لشؤون الخدمات. تمام. لشؤون الاقتصاد، لشؤون الخارجية، للشؤون الأمنية، ولشؤون الطاقة. لشؤون الطاقة. اي. تمام. فهذه يعني هذا الاستحداث بصراحة احنا في بادئ الأمر شفنا انه فيه نوع من يعني راح يصير ترهل بهذه الحكومة. زين. وهذا ينعكس على إدائها، وينعكس على كل ما كانت الحكومة صغيرة كل ما كان إدائها أفضل. طيب. لكن تعرف أنت اليوم يعني أكو تحديات وأكو مشاكل، وإحنا أمام مهمة كبيرة وهي تشكيل حكومة. أنا أعتقد أنه هذا ممكن أخذوا به من الحكومة السابقة على لا تختزل كل هذه الملفات بشخص واحد، هي شيء ممكن. وهو هذا همين واحد من الأسباب. تعرف أنت رئيس الوزراء المكلف رجل اقتصاد. طيب. فالشأن السياسي والشأن الشؤون الأخرى، شؤون البلد الأخرى بحاجة إلى مستشارين. طيب. بدل ما يجيب مستشارين يعني راح يكون عبء على الحكومة وعلى مجلس الوزراء، أنا أجيب نائب رئيس وزراء. هذا التبرير اللي صار، أنه أجيب نائب رئيس وزراء لهذه الشؤون. من الإطار؟ نعم، تبرير من الإطار من كل القوى السياسية، لأنه طيب. أنت اثنين هم شيعة، واحد سني وواحد كردي. طيب. فصار أنه يصير توزيع للأدوار، وكل نائب رئيس وزراء ياخذ ملف ويبدي يشتغل. فشفناها فكرة بصراحة يعني مقبولة. وبوجود رئيس وزراء في المجال الاقتصادي ممكن أنه يحدث لك فد. والجمهورية، نواب رئيس الجمهورية صار حديث بها؟ نواب رئيس الجمهورية صار حديث بها، بس يعني الموضوع مؤجل بعد تشكيل حكومة. بعد تشكيل نعم بعد تشكيل